أجمل وأحلى صينية بشاميل بالبطاطس والبانيه، افتكاسة كده إنما إيه حوار. كمان طعمها تحفة جدا، وما فيهاش أي طعم من البشاميل العادي اللي احنا متعودين عليه. بالعكس، دي البشاميل بتاعها خفيف جدا وجميل، وكمان خفيفة كده على المعدة، مش تقيلة زي البشاميل. يلا بقى ما نشوف عملناها ازاي. في البداية بقى كده هنحتاج صدرين فرخة متقطعين مكعبات كده. أنا استخدمت صدرين فرخة علشان أنا هفرز من البانيه شوية في الفريزر، لكن احنا هنحتاج 4 أو 5 قطع بانيه بس. يعني ممكن تعملي بصدر واحد هتكفي وتفيد كمان. متقطعين كده مكعبات علشان نبدأ نفرمهم في الكبة. هنحتاج بقى بصلتين كبار أو 3 بصلات وسط، عليهم قرنين فلفل أحمر وأخضر. ممكن تحطي متاح عندك عادي، أنا لقيت موجود عندي الاتنين فحطيت الاتنين. أفرمهم فرمة متينة كده، فرمة كويسة في الكبة، وبعدين أنزل بقطع الفراخ بتاعتي في الكبة عليهم بعد ما فرمت البصل والفلفل كويس جدا علشان نفرمهم سوا. طبعا ما ينفعش نحط البصل زي ما هو قطع والفلفل قطع ونحط الفراخ فوقهم، لأنها مش هتتفرم كويس. أنا جربتها قبل كده ما اتفرمتش كويس. نفرم البصل الأول والفلفل، بعدين نحط فوقها الفراخ، وتبقى كمان متقطعة قطع صغيرة كده. طبعا والفراخ بتتفرم حطيت عليها معلقتين كبار بقسماط. الفراخ اهي بعد ما اتفرمت، ده القوام المظبوط. ابدأ بقى اضيف البهارات، وهي نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة شطة حراقة، نص معلقة بصل باودر، نص معلقة توم باودر، معلقة ملح، ونصف معلقة بيكنج باودر او كيك شيف يمشي عادي يا جماعة. ونديلها بقى تقليبة كده كويسة. وهنا بقى بعد ما قلبتها والمكونات كلها امتزجت مع بعضها، ده الشكل النهائي بتاعها. هنبدأ بقى ايه، نشكلها كده، نعملها كور ونشكلها شكل البانيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم نلبس جواندي في الخطوة دي، لان لو ما فيش جواندي الفراخ هتلزق في ايدك وهتبقى صعبة شوية. ابدأ بقى اغطسها كده في الكريسبي بتاع الفراخ، ده هتلاقوه عند اي عطار، وممكن تلاقوه في البقال عادي. لو عايزة الفراخ تشيل معاكي كفر اكتر، تبليها في مية كده زي ما انتوا شايفين، بعدين ترجعي تحطيها تاني في الكريسبي بتاعها عشان تشيل كمية اكتر. في التحميل يبقى شكلها حلو ما تتلهبش. هنحتاج بقى كيلو من البطاطس، وهقطعها صوابع عريضة زي ما انتوا شايفين كده، واروح بقى احمرها تحمير كامل، يعني تبقى مستوية يعني كده بالظبط يا جماعة. وابدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي اللي هكمل فيها بقية الوصفة، وافرد البطاطس فيها كده في ارضيتها. سلقت نص كيلو مكرونة، ويلا بقى ما نروح نعمل البشاميل بتاعتها. في اي مادة دهنية عندك بقى، سواء زيت او سمنة او زبدة، هتضيفي عليهم معلقتين دقيق وتحمريهم فيها كده. لما الدقيق يبدأ يحمر معايا هضيف عليه كوبايتين من اللبن لحد ما الخليط يتقل معايا وياخد قوام البشاميل المظبوط، اللي هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، مظبوط وحلو. وهضيف بقى نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح، واستمر في التقليب كده لحد ما القوام يبقى مظبوط معايا. طبعا طول ما البشاميل على النار كده وانا بقلبها، ما بشيلش المعلقة بتاعتي منها لحد ما تستوي وتوصل للقوام اللي انا عايزاه. ليه بقى؟ علشان لو انا شلت المعلقة منها وجيت اقلبها بعدها بشوية هتكتل مني وهضطر اضربها في الخلاط، واحنا طبعا في غنى عن كل ده، نقلبها احسن. هبدأ بقى احمر البانيه بتاعي، هوريهولكم. بصوا يا جماعة ما شاء الله جميل جدا 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 ازاي، والقطعة بتاعته حلوة مش زي اللي بنشتريها. أبدأ أضيف المكرونة بعد ما اتسلقت على البطاطس على طول، من غير ما أحط بشاميل ولا أي حاجة. البانيه بعد ما اتحمر واستوى بقى، هبدأ أقطعه قطع كده زي ما انتوا شايفين.
شايفين؟ ابدا بقى اوزع قطع البانيه اللي لسه مقطعاها معاكم دلوقتي على وش المكرونه كده من فوق بالتساوي كده. بعدين بقى ابدا اضيف البشاميل على الوش كده من فوق. بعدين ضفت قطع من الجبنه موتزاريلا على الوش كده. بعدين ضفت شويه جبنه شيدر. دي خطوه مش لازم يا جماعه، ممكن تكتفوا بالموتزاريلا، ممكن ما تحطوش خالص. يعني لو عندكم حطوا، مش عندكم مش لازم. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن